النهارده بقى يا حبايبي جايبه لكم سر من اسرار المطاعم، السمك المقرمش الكريسبي ده اللي انتوا شايفينه اللون الذهبي الجميل ده، وهي ايه التلحيسه. هنجيب السمك اللي احنا هنعمله ونغسله كويس، وبعدين نوريكم بقى المقادير اللي هنحطها للتلحيسه ديت عشان يطلع باللون اللي انتوا شايفينه دوت وبالقرمشه والشكل ده. هنجيب الكبه بتاعتنا ونحط قرنين فلفل رومي وحراق وتوم باودر وبصل باودر، وهنحط كمون، وكمان نحط معلقه مستردة ونعصر ليمونه. نجيب السمك ونكون غاسلينه كويس ونقطعه كده من الجنب زي ما انتم شايفين كده بالسكينه شرايح، ونروح حاطينه في التتبيله اللي احنا عملناها من شويه. هنغرق السمكه من جوه ومن بره كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. نركنهم بقى بعد ما نخلص التوابل بتاعتهم دي والخلطه دي فيها، نركنهم على جنب. نيجي بقى للدقيق، هنحط الدقيق ومعلقتين نشا وحبه كمون، حبه فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر برضو، ومعلقه بابريكا، او بدل معلقه البابريكا ده نحط ربع معلقه زعفران عشان بيخلي لونه اصفر وجميل. ونجيب بالميه عشان نعمل التلحيسه دي لازم تكون خفيفه، نضيف ميه بالتدريج ونقلب بالمضرب، وكمان نحط ميه تاني لغايه ما اوريكم القوام اللي انتوا هتستخدموه. اهو لازم يبقى قوام خفيف كده. هنفضل نضيف الميه لغايه ما تبقى سايله كده وخفيفه، اهو زي ما انتوا شايفين كده في المعلقه. بعدين نجيب الدقيق، مش هنحط عليه اي اضافات لان احنا كده متبلين السمك، وكمان حاطين الملح والتوابل في قلب التلحيسه دي. ونحط السمكيه كده زي ما انتوا شايفين نغرقها كلها.